الجزائر كتقطع الغاز على مصر، وقصر المرادية داخل في حالة ديال التخبط وابتزاز رخيص. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. التسريبات اللي خارجة من داخل دوائر القرار الأمني في الجزائر كتكشف واحد القرار مستعجل وخطير: وقف فوري لشحنات الغاز الطبيعي المسال اللي كانت غادا تمشي لمصر عبر جوج ناقلات كبار في آخر لحظة وقبل حتى ما يكملوا الترتيبات. هاد الخطوة بطبيعة الحال ماشي بريئة، بل كتبان بوضوح حالة ديال التخبط والارتباك اللي عايش فيها قصر المرادية، خصوصا مع التقارب الكبير بين الرباط والقاهرة والمواقف الواضحة ديال مصر في دعم الوحدة الترابية للمغرب. الجزائر رجعات عاوتاني نفس الديسك المشروخ ديالها: استعمال الغاز كسلاح دبلوماسي باش تضغط وتبتز، في محاولة يائسة باش تفرض مواقفها وتصفي حساباتها الإقليمية. ولكن هاد اللعب بالنار كيدير غير حاجة وحدة: كيضرب المصداقية ديالك كشريك طاقي، وكيخلي حتى أقرب الحلفاء يشكو فيك. في المقابل هاد التصرف كيزيد يقوي التحالف المغربي المصري، وكيأكد باللي الرباط غادية في الطريق الصحيح، بينما الخصوم غارقين في سياسة الارتجال وردات الفعل اليائسة. بالعربية تعربت الجزائر كيخدموا السياسة ديال ضربني بكا سبقني وشكا. ايوا خلي الغاز ينفعهم. تحياتي.